فيلم هوليوودي ضخم، ميزانية بالملايين، ازياء ملونه، مشاهد، معارك، وكل شيء باين فيه النجاح. ولكن ما كان حتى واحد كيتخيل باللي هذا الفيلم غيتحول للمقبره من نجومه والطاقم ديالو. جون واين مات بالسرطان، الممثله الرئيسيه حتى هي، المخرج، الفنيين وحتى الكومبارس. اكثر من 90 شخص تصابوا بنفس المرض. واش كاينه لعنه ولا هوليوود صورت وسط منطقه نوويه مسمومه؟ هذه ماشي قصه خياليه، هذه حقيقه اغرب من الخيال. ذا كونكر، الفيلم اللي قتل الطاقم ديالو 1956، خرج فيلم ضخم سميتو ذا كونكر، كيحكي على قصه الغازي المغولي جنكيز خان. الغريب في الامر الدور الرئيسي ما داروش ممثل اسيوي، الدور عطاوه للممثل الامريكي جون وين اللي معروف في افلام الويسترن. الفيلم خسر عليه المنتج هاورد هيوز الملايين من الدولارات، وكان باغي يدير به ضجه كبيره، راه دارها فعلا ولكن بطريقه غير متوقعه. الفيلم تصور في منطقه سان جورج في ولايه يوتا، موقع نووي. الامريكان كانت كدير فيه تجارب نوويه سريه. الرياح كانت كتنقل الغبار النوويه حتى لمنطقه التصوير. الناس في ذاك الوقت ما كانوش كيعرفوا الخطر الحقيقي، حتى الطاقم التقني خدم عادي وسط الغبار السام. السنوات اللي جاو من بعد بدات الاخبار كتنتشر. جون واين، الممثله سوزان هايورد، المخرج ديك بول وغيرهم بزاف تصابوا بالسرطان وماتوا. الاحصائيات كتقول من اصل 220 اللي خدموا في الطاقم ديال الفيلم 90 اللي تصابوا بالسرطان. واخا العلماء ما قدروش يثبتوا العلاقه المباشره، الشك باقي كيخلي الناس مرعوبين. المنتج هاورد هيوز اللي كان معروف بالغنى والغرابه ديالو حس بالذنب بزاف، حتى ولا كيشري نسخ الفيلم كامله من السوق باش يمنع الناس يشوفوا. وفي اخر حياته كان كيتعذب نفسيا، كيتهم راسو انه تسبب بموت العشرات. ذا كونكر باغي يصوروا فيلم على القوه والنصر، ولكن تحول القصه عن الطمع، الجهل والاستهانه بالحياه ديال الناس، واليوم كيتعتبر من اكثر الكوارث في تاريخ هوليوود. وكاين اللي مازال كيسميوها الفيلم الملعون. شنو الراي ديالك؟ واش كان صدفه ولا كان فعلا اهمال قاتل؟ خلينا رايك في الكومونتير، دير لايك، ابوني باش يوصلوك قصص بحال هذه.